حبيته من ايام الدراسه وهو حبني. ظروفه كانت ضيقه بس انا شجعته يتقدم لي. جه واتكلم مع اهلي وامي قعدت معايا وقالت لي يا بنتي انا مش موافقه عليه، ده فقير، لو اتجوزتيه هتتعبي في حياتك. شوفي اختك الصغيره العريس اللي متقدم لها غني قد ايه، بس انا بحبه وهو بيحبني. الحب لوحده مش كفايه يا بنتي، لما تجوعوا مش هتاكلوا حب ومش هتلبسوا حب، لما ربنا يرزقكم بعيل مش هتربوه بالحب. بس انا موافقه عليه وان شاء الله ربنا هيرزقنا، احنا قاصدين رب كريم واكيد مش هيخذلنا. اللي انت عايزاه يا بنتي، بس انا عايزاكي تفتكري دايما ان قلتلك بلاش الجوازه دي. واتجوزت والظروف كانت صعبه فعلا، بس هو كان حنين وبيخاف عليا وبيحبني. جوزي حصلت له مشكله في شغل وساب الشغل، عشنا ايام صعبه قوي، ولما كنت اروح عند ماما تسالني عامله ايه ما اقدرش اشتكي عشان هي حذرتني، ابتسم واقول لها الحمد لله كويسه. تعبت كتير وجوزي كل يوم يخرج يدور على شغل واخر اليوم يرجع ويقول ما لقيتش شغل. ايام كتير ننام من غير عشاء. تعبت في يوم واستلفت فلوس من جارتي ورحت كشفت، الدكتور قال لي الف مبروك انت حامل. الخبر صدمني، بدل ما افرح خرجت من عند الدكتور وما قدرتش امسك دموعي، بكيت بحرقه وبقيت اقول بقى يا رب مش عارفين نعيش بطولنا وكمان هتجيب طفل اعذبه معايا. خلاص خدت قرار ان اروح لامي واحكي لها على كل حاجه وهي تتصرف وتنزل الجنين. وفعلا رحت لامي لقيت اختي عندها اللي كانت لسه عروسه جديده ومتجوزه راجل غني. اختي كانت في الاوضه مع امي وانا قاعده في الصاله وسامعاها بتبكي وبتقول لها انا مش ممكن اكمل مع الراجل ده على طول بيهني وبيضربني، لازم يا ماما تطلقيني منه. سمعت كلام اختي وخرجت من سكات ورحت على شقتي، لقيت جوزي وفي عينيه الفرحه. بكيت وانا بقول له انا حامل، لقيته بيحضني وبيقول لي وانا اخيرا اشتغلت. حبيتها من واحنا في الجامعة، كل حاجة فيها شدتني ليها، ابتسامتها الرقيقة، قلبها الطيب، أخلاقها وأدبها، أصلها الطيب. اتمنيتها زوجة ليا بس ظروفي صعبة. اتخرجت بالكلية واشتغلت في شركة بمرتب ضعيف ما يفتحش بيت. ما جاتليش الجراءة إن أطلب إيديها، بس هي شجعتني وقالت لي اتقدم انت وملكش دعوة. وفعلا اتقدمت وحسيت من أهلها إن هم مش مرحبين بيا علشان ظروفي المادية. حبيبتي اتمسكت بيا وأقنعتهم وتم الجواز، وعشنا على قد المرتب الضعيف لحد ما في يوم حصلت مشكلة في الشغل وسبت الشغل. روحت البيت منهار، لقيت مراتي مقابلاني بابتسامتها الجميلة. شافتني متغير، سألتني مالك، حكيت لها اللي حصل وعينيا دمعت. خدتني في حضنها وطبطبت عليا وقالت لي ولا يهمك، ربنا هو الرزاق الكريم وإن شاء الله هيرزقك بوظيفة أحسن منها. وأنا في حضنها حسيت إني في حضن أم الدافي الحنين. مرت علينا أيام صعبة، بدور على شغل مش لاقي، استلفت من كل حد أعرفه وبرضه مش لاقي شغل. القعدة طولت ومراتي مستحملة ونزلت تشتغل في حضانة بمرتب قليل، وقالت لي نوايا تسند الزير. ما سبتش حد غير لما كلمه على شغل ليا. إحساس صعب لما تحس إنك مش مكفي بيتك بأبسط حاجة. نمنا كتير من غير عشاء. مراتي خرجت بدري على شغلها وقالت لي هتروح تكشف بعد الشغل علشان تعبانة. جالي تليفون من واحد صاحبي شاف لي شغلانة وقال لي تجيلي حالا. رحت له جري ورحنا الشركة وقدمت ورقي وقالوا لي تستلم شغلك من بكرة. روحت على البيت جري مستني مراتي ابشرها بالخبر السعيد. ما لقيتش مراتي في البيت، وشوية حسيت بباب الشقة بيتفتح. جريت عليها وخدتها في حضني وشلتها ولفيت بيها وانا بقول لها اخيرا لقيت شغل. لقيتها بتقول لي والدموع في عينيها وانا حامل. اتجوزت وربنا رزقنا ببنتين وولد. جوزي حنين عليا وعمره ما زعلني. الاولاد كبروا ودخلوا مدارس حكومه علشان الحاله الماديه على القد، بس لقينا لازم ندي الاولاد دروس في كل المواد علشان المدرس ما بقاش يشرح حاجه في الفصل. على ايامنا الواحد كان بياخد درس في ماده او مادتين بالكتير، بس دلوقتي الحال اتغير ولازم ياخدوا الاولاد دروس في كل المواد. ده غير الكتب الخارجيه اللي بقت اسعارها نار، ده غير اسعار الاكل اللي خلتنا ما بقيناش عارفين ناكل. مرتب جوزي في اول الجواز كان مكفينا وبيفيد، دلوقتي بقينا محتاجين مرتبين كمان عشان نعرف نعيش. جوزي مغلوب على امره، دور على شغلانه تانية بعد شغله علشان يكفي بيته، بس برضه لسه مش قادرين نعيش. قعدت مع جوزي في يوم لقيته بيقول لي عارفة صاحبي اللي مسافر الكويت من فترة؟ ماله؟ اتواصلت معاه من كام يوم واشتكيت له من العيشة الصعبة بتاعتنا وعرفته ان الواحد ما بقاش عارف يعيش. قال لي هشوف لك عقد عمل وتيجي تشتغل 2 3 ترستق نفسك فيهم وتعمل قرشين
الولاد. ما قالكش هتاخد كام في الشهر؟ قال لي طبعا. بصراحة المرتب كان مغري، بس القرار كان صعب. وافقنا على السفر، وجوزي بدأ يمشي في الإجراءات، بس كل يوم يعدي ويقربنا للسفر ألاقي نفسي ببكي بحرقة، ومش عايزة أبين دموع لجوزي علشان ما حملوش هم فوق همه. أنا وجوزي عمرنا ما بعدنا عن بعض، ده حتى لما كنت أبات عند أمي كان يوم واحد وارجع تاني عشان ما تعودناش نبعد عن بعض. هو الأمان بالنسبة لي، لما ابعد عنه ولا يبعد عني هتحمى في مين؟ لما العيال يتشاقوا ويعملوا حاجة غلط كانوا بيخافوا لما أقول لهم لما بابا يجي هقول له، لما بابا يبعد مين هيربي العيال؟ لما أكون متضايقة ومخنوقة مين هترمي في حضنه ويطبطب عليا؟ لما كنت بولد وفوم البنك كنت بشوف أمي وإخواتي حواليا، كنت أول حاجة أسأل عليها جوزي فين؟ يقولوا لي بيخلص ورق النونة. ويجي جوزي لما يعرف إني فقت من البنك أمسك إيده وأقول له ما تبعدش عني وأنا تعبانة. اجيب لك النونة تشوفيه؟ لا مش فايقة، خليك انت بس جنبي وافضل ماسكة ايده علشان احس بالامان. احساسي لما عرفت ان جوزي مسافر احساس طفلة متعلقة بابوها وخلاص ابوها هيبعد عنها. فضلت متماسكة قدام جوزي، بس في لحظة انهارت وحسيت ان المرتب الكبير اللي هياخده بره تمن قليل قوي على الغربة وعن بعده عني. قلت لازم اتكلم مع جوزي. دخلت عليه الاوضة لقيته بيبكي، خدته في حضني وطبطبت عليه وقلت له مالك فيك ايه؟ ابدا مفيش حاجة يا حبيبتي. يعني انا مش عارفاك وعارفة بتفكر في ايه؟ سيبيني شوية لوحدي علشان مخنوق شوية. لا مش هسيبك ومش ممكن اسيبك، ومفيش سفر، ولو هتاخد 1,000,000 جنيه برضو مفيش سفر. طيب والعيال والمصاريف هنعمل فيها ايه؟ هنوفر على قد ما نقدر، ومن بكره هدور على شغل ليا. انت عملت اللي عليك وانا كمان لازم اعمل اللي عليا. انت كفاية عليكي شغل البيت والعيال. هو انا لوحدي اول واحده اشتغل واول واحده عندها بيت وعيال؟ انا اعمل اي حاجه بس انت تفضل وسطنا والعيال يتربوا تحت عينينا. ست عجوزة اشتكت من ضرسها لجوزها. جوزها قال لها اصبري الأول الشهر، لما أقبض المعاش نروح للدكتور. الدكتور كشف على الست وقال لها ضرسك محتاج علاج عصب، وبعد كده هنحتاج نعمل له طربوش علشان ما يتكسرش. الست سألت الدكتور عن تكلفة علاج العصب وتركيب الطربوش كام وتكلفة الخلع كام. الدكتور قال لها على التكلفة. الست قالت له يا دكتور أنا مش هعيش قد ما عشت، اخلع الضرس أحسن. الدكتور حاول يقنعها الخلع غلط وهتندم عليه قدام. الزوج واقف سامع الحوار كله، فقال للدكتور ممكن لو سمحت كلمتين على انفراد. الدكتور خرج مع الزوج بره اوضه الكشف، قال له شوف يا دكتور انا معاشي بسيط، فلو ينفع تقسط لي حق علاج العصب والطربوش اكون شاكر لحضرتك. الدكتور اتعاطف مع الزوج وقال له ما عنديش مشكله. الزوج قال له لما ندخل المره دي قول لمراتي انك عكست الرقم، يعني الخلع اغلى من علاج العصب علشان ترضى تعالجه. الدكتور وافق ودخل اشتغل، وعدت الجلسات والدكتور خلص شغله، والزوج راح للدكتور بعد فترة يسدد آخر قسط. الدكتور قاعد مع الزوج بيسأله عن زوجته وحالة ضرسها ايه. موبايل الدكتور رن ورد عليه وظهرت على ملامحه الفرحة. المكالمة خلصت. الدكتور قال له انت وشك حلو عليا، انا لسه جاي اسعد خبر في حياتي، مراتي حامل بعد 10 سنين جواز. الزوج قال له الف مبروك يا دكتور. الدكتور قال له بمناسبة الخبر الحلو ده مش هاخد منك القسط الاخير، وكمان هديكي الفلوس اللي دفعتها هديه مني ليك يا راجل يا طيب. ضحك الزوج وقال له من حقك تفرح، وانا من حقي احس اني قادر اسعد زوجتي حتى لو هنام مديون. واخيرا لو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد.